عقد مدرب المنتخب السويدي لقاء صحفيا بعد نهاية المباراة الودية بين منتخب الجزائر ومنتخب السويد، حيث قال أن النضج التكتيكي العالي للمنتخب مكنه من التفوق على المنتخب الجزائري. وقال أن المنتخب الجزائري لم يسيطر على اللعب قبل طرد ابن سبعيني، بل العكس، فقد أجبر فريقه المنتخب الجزائري على اللعب بالطريقة التي أرادها، وأرغم رفقاء رياض محرز على اللعب على الأطراف ومنعه من اللعب خلف خطوطه. وهذا عكس ما صرح به جمال بالماضي، حيث قال أن الخضر سيطروا على اللقاء خلال 30 دقيقة الأولى وتحكموا بالكرة، إلا أن لحظة طرد بن سبعيني غيرت مجريات اللقاء وأصبحت المباراة في اتجاه واحد. كما أشار مدرب السويد إلى أن المنتخب الوطني الجزائري كان كالكتاب المفتوح في هذه المباراة، حيث قام بدراسة طريقة لعب الفريق الخصم مع طاقمه الفني.